مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا كده نعمل مع بعض كنافه. حاجه حلوه كده، احنا قاعدين بالليل انا وميوره كده، قلنا نتعشى بيها مع كوبايه شاي، ومش مكترين فيها السمنه ولا حاجه عشان الدايت. بس بأسهل طريقه وطعمها جميل جدا. تعالوا نحضر المكونات مع بعض. جبنا كوبايه سكر، وكوبايه ونص من السكر، وعليها كوبايه ونص من الميه، وحطينا برضو اهوت رفعناها بعد كده على النار. جبنا ليمونه قبل ما نرفعها على النار، حطينا ليمونه كده، عصرة ليمونه، وطبعا ما قلبناهاش خالص، سيبناها بقى على النار كده لحد ما غليت، وبعد كده قلبناها بقت بالشكل ده كده. سيبناها بقى كده شويه على النار، وهدينا عليها النار خالص، عقبال بقى ما جبنا الايه الكنافه بتاعتنا. كانت في الفريزر، طلعناها هديت خالص، وكده ده الشكل النهائي. سيبناها تبرد خالص عشان خاطر نحطها على الكنافه وهي سخنه. لازم الشربات يبقى بارد، انا مبحبهاش تقيله، هي هتتقل. حطينا طبعا عليها كيس فانيليا بس، وقلبناها وركناها على جنب. طبعا الكنافه بتاعتنا كانت فكت، بس كده الشربات خلص. الكنافه بتاعتنا كانت فككت بقى، فككتها خالص من بعض، مفيش فيها اي تكتلات ولا اي حاجه. ده نص كيلو من الكنافه بس. وجبنا الصينيه بتاعتنا، جبنا الصينيه وبالفرشه بتاعتنا. كنت مسيحه طبعا كوبايه سمنه، مش حاطه برضو سمنه كتير، كوبايه سمنه، وندهن الصينيه بتاعتنا كويس جدا. طبعا احنا في جو شتاء، السمنه زي ما انتم شايفين مسكت على طول في ثانيه كده. دهنا طبعا كويس جدا. بعد كده ننزل بالكنافه بتاعتنا، نص كنافه ننزل بيها كده، ونفرشها بقى في الصينيه كلها، نفردها بقى كويس كده، منخليش في حته عاليه ولا حته واطيه، نحاول نخليها كلها متساويه، عقبال بقى ما يجي رمضان باذن الله ونعملكم بقى ايه كل طرق الكنافه الملفوفه وكذا طريقه كده هتعجبكم ان شاء الله. بس في رمضان باذن الله، كل سنه وانتم طيبين كده وبصحه وسلام. بس بنحاول بقى ايه نفردها كده كويس. طبعا خليها نتك عليها كويس جدا عشان خاطر تحمر كلها زي بعض كده، نتك عليها جامد. طبعا ايدينا غير الطبق، هنجيب طبق برضو نحاول ننزل برضو فيها جامد جدا، بحيث ايه تبقى كلها سوا واحد. نتك عليها على قد ما نقدر. طبعا في ناس بيحبوها بمكسرات، في بيعملوها بمهلبية، بيعملوها بطرق كتيرة جدا. بصراحة احنا بنحبها سادة، انا والاولاد ما بناكلهاش جواها حاجة. في زبيب، في جوز هند، في فول، في مكسرات بندق وفستق، عين جمل ولوز والحاجات دي. احنا بنحبها ساده خالص الكنافه بالذات. طبعا بنحط كده رشه سمنه، طبعا انا مقلله السمنه جدا، المفروض عايزه سمنه تاني بس انا مقلله فيها السمنه. نحط بقى الجزء التاني، طبعا بنحطها كلها، كله بقى الباقي بقيت النص كيلو، بنفرشها كده في الصينيه، وبرده بننزلها جامد، بنقعد نتك عليها جامد على قد ما نقدر.
وبرده بنجيب الطبق بتاعنا، برضو بننزلها جامد كده، بنفردها عشان تبقى كلها سوا واحد. كنت طبعا مولعين الفرن، نحطها في الفرن. لو عايزة الشواية اتحمرت من تحت وعايزة الشواية بنولع عليها الشواية، مفيش يعني اقل من دقيقتين. وساعات في فرن بيحمرها كلها زي بعض. طبعا بنجيب بقية السمنة بتاعتنا نحطها على الوش. خليني اقول لكم ما شاء الله تبارك الرحمن كان طعمها جميل. نحط السمنة بتاعتنا كلها. طبعا خلص اهو رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين، جعله خير علينا كده يا رب. بس نحطها في الفرن، وادي الشكل بعد ما خرجت من الفرن. طبعا ولعت الشوايه عليها دقيقه بالظبط. نسقيها بقى بالشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا طبعا بارد خالص، وانا حطيت عليه معلقه سمنه. سمنه كنت شايلاها من وش القشطه. بحب اخزنها كده، اشيل الوش بتاع اللبن، القشطه اللي على الوش، وبخزنها في علبه. وبعد كده بسيحها، بتعمل طبعا سمنه بلدي خالص كده، انا ببقى عاملاها بايدي. حطيت عليها معلقه، هتلاقوا حتى باينه مني، طبعا الجو شتا فباينه على الوش اهي شويه. طبعا مخليه طعمها جميل جدا الشربات بتاعنا. وطبعا السمنه البلدي انتوا عارفين حلو جدا للدايت، ما بتخنش ولا اي حاجه خالص. مع كوبايه شاي كده اهو السمنه اهو، بشاور لكم السمنه هي باينه في المغرفه بتاعتنا. طبعا الكنافه سخنه والشربات ساقع، كان بارد خالص. طبعا اول حاجه عملناها خالص الشربات اهو كده تمام. اقطعها معاكم بقى مع كوبايه شاي بحليب، وتعشينا بيها. وحاجه حلوه برضو يعني، يبقوا الاولاد عايزين بالليل ياكلوا اي حاجه حلوه في الساعه دي، وقلنا نعملها كده على طول على السريع يعني. قطعناها اهي معاكم. طبعا زي كل مره لازم ادوقها معاكم برضو، طعمها جميله جدا. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. بألف هنا حبايبي.